ودلوقتي والحمد لله نكون عرفنا ازاي نعاقب الطفل لما يعمل حاجة غلط. السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف ازاي نعاقب الطفل اذا عمل حاجة غلط. اولا قبل ما نعرف ازاي نعاقب الطفل اذا عمل حاجة غلط لازم نكون عارفين اننا بنعاقب الطفل على السلوك الخطأ اللي هو عمله، مش بنعاقب الطفل لذاته او لنفسه. انا بعاقب الطفل على السلوك الخطأ اللي هو عمله ده عشان ما يكرروش مرة تاني، لان انا في الاول وفي الاخر مفيش بيني وبين الطفل اي عداوة. ودلوقتي نقدر نعرف ازاي نعاقب الطفل اذا عمل حاجة غلط. اولا للعقاب مراحل، يعني مش من اول مرة الطفل يعمل حاجة غلط اروح ضرباه او موبخاه، يعني اقوله كلام وحش. مش من اول مرة الطفل يعمل حاجة غلط اضربه ولا اقوله كلام وحش ولا احرمه من حاجة هو بيحبها. كل الحاجات اللي احنا بنعملها مع الاطفال دي غلط، ومش من اول مرة نعملها معاهم. مش من اول مرة يعملوا حاجة غلط اروح انا عاملة معاهم كده ويكون ده هو رد فعلي او عقابي ليه. اول مرحلة من العقاب او اول حاجة اعملها اذا الطفل عمل حاجة غلط عشان اعاقبه على الحاجة اللي هو عملها دي، هي اني ألمح للطفل بالحاجة دي، اقوله انت عملت الحاجة دي والحاجة دي غلط فما تعملهاش تاني، وافهمه هي ليه غلط بس باسلوب وبطريقة وبكلام هو يفهمه، مش اشرح له هي ليه غلط زي ما انا فاهمة او زي ما انا عارفة هي غلط ليه، لان هو مش هيفهم اكيد هي غلط ليه زي ما انا فاهمة. فانا ابسط له الكلام والشرح على قد مقدار فهمه وعلى قد دماغه ومخه الصغير خالص اللي هو مش فاهم هي ليه غلط، عشان هو لو عارف هي ليه غلط ما كانش هيعملها اكيد. وبعدين انا مش في تحدي مع الطفل، يعني هو مش عشان عمل حاجة غلط يبقى هو كده بيعند معايا، هو مش عارف هي ليه غلط، فانا وهو مش في تحدي مع بعض ولا هو بيعند فيا. تاني مرحلة من العقاب هي اني اعاتب الطفل، يعني اذا عمل الحاجة الغلط دي لتاني مرة اعاتبه، اقوله ليه عملت كده مرة تاني، مش قلنا هي غلط اول مرة، وافهمه واتكلم معاه بطريقة كده يعني حلوة، وبطريقة ما فيهاش العنف، ما فيهاش يعني ما خوفش الطفل، اكلمه بطريقة هادية، بطريقة جميلة، بطريقة حنونة كده على الطفل، ما عنفوش خالص ولا اخوفه مني، عتاب بطريقة بسيطة وجميلة وهادية مع الطفل. المرحلة الثالثة هي عدم الرضا عن السلوك، ابين للطفل ان انا فعلا مش راضية عن السلوك اللي هو عمله ده، اكرره لتالت مرة. رابع مرحلة من العقاب هي التوبيخ، يعني اقول للطفل كلام وحش. شايفين التوبيخ جاي رقم كام؟ رقم 4 من فعل الطفل لسلوك خطأ معين. يعني اقوله كلام وحش مش من اول مرة يعمل السلوك الغلط ده، ولا من تاني مرة ولا من تالت مرة، من رابع مرة يعمل السلوك ده ابدأ ان انا اقوله كلام وحش اوبخه، مش من اول مرة ولا من التانية ولا من التالتة، من رابع مرة ابدأ ان انا اقوله الكلام الوحش ده اللي هو يكرهه، اللي هي التوبيخ. خامس مرحلة من العقاب هي الحرمان، يعني لو الطفل كرر سلوك انا قلتله ما تعملوش لخامس مرة، يعني كرره 5 مرات، احرمه من حاجة هو بيحبها. كنت وعدته مثلا ان انا اوديه ملاهي او اشتري له لعبة معينة او اعمل له اكلة معينة وهو فعل السلوك الخطأ ده، احرمه انا من حاجة هو بيحبها او حاجة كنت وعدته بيها كنوع من العقاب على السلوك الخطأ اللي هو عمله، اللي انا قلتله ما تعملوش قبل كده 4 مرات وهو عمله للمرة ال5، فانا احرمه بقى. المرحلة السادسة من العقاب هي التهديد والانذار، يعني اذا الطفل عمل سلوك خطأ معين
لسادس مرة يعني كرره 6 مرات، اعاقبه ازاي او اتصرف ازاي واتعامل مع الطفل ازاي في المرحلة دي؟ اهدده، اقوله لو عملت كده تاني مش هيكون في نادي، لو عملت كده تاني مش هيكون في كورة مثلا، مش هتتفرج على الكرتون ده او الفيلم ده اللي هو طبعا مخصص للاطفال، مش فيلم يعني يشوفوه كبار وكده. تمام؟ فاهدده وانذره، لو عملت كده مش هيكون في كده، لو عملت كده تاني مش هيكون في الحاجة اللي هو بيحبها دي مثلا. فالتهديد والانذار جاي من سادس مرة يعمل فيها الخطأ ده، مش هو كرر الخطأ ده 6 مرات فاروح انا ضرباه. انا ما ذكرتش ضرب. يعني ايه اصبر على الطفل 6 مرات يعمل فيها الخطأ؟ لا، ما هو العقاب مراحل. هو عمل الخطأ ده سادس مرة، اتصرف ازاي؟ اهدده مش اضربه. سابع مرحلة من العقاب وهي اخر مرحلة في العقاب، العقاب البدني. يعني ايه عقاب بدني؟ يعني الضرب. خلاص الضرب جاي في المرحلة السابعة، يعني لازم عشان اضربه يكون كرر السلوك ده 7 مرات. مش هضربه من اول مرة يعمل فيها السلوك ده اللي انا قلتله ما تعملوش، ولا من التانية، ولا من التالتة، ولا حتى من ال5، من 7 مرة يعمل السلوك ده اضربه. ما ينفعش اضربه قدام اطفال زيه. للعقاب شروط برضو، ما ينفعش اضربه ضرب عنيف مهما عمل. ما ينفعش اضرب الطفل على وشه بالقلم، لان ده بيسبب له، يعني انتوا بتهزوا ثقة الطفل في نفسه، بتخلوه ضعيف ومهزوز. كمان لو ضربتوه قدام حد بتخلوه ان هو ما يحترمش الطفل ده، شافه بيتضرب قدامه فهيحترمه ازاي؟ كده انتوا بتكسروا ثقة الطفل في نفسه، بتخلوه ضعيف ومهزوز وما عندوش ثقة في نفسه. ما ينفعش ان انا اضرب الطفل قدام حد، ما ينفعش ان انا اضرب الطفل بالقلم على وشه. الضرب على الوش بالقلم ده بيسبب له كسر في نفسيته كده، ان هو بيكون مهزوز، ما عندوش ثقة في نفسه، في حاجة انتوا كسرتوها داخل الطفل. فما ينفعش ان انا اضربه بآلة حادة، ما ينفعش ان انا اضربه ضرب عنيف في اماكن معينة في جسمه، ما ينفعش ان انا اضربه قدام حد. الضرب يكون بالراحة برضو، زي ان انا مثلا امسك ايده واضربه عليها كده. دلوقتي هعرض لكم فيديو ازاي بيتم التعامل مع الطفل اذا عمل حاجة غلط وكررها اكتر من مرة. هسيبكم مع الفيديو، هرجع لكم بعد ما تشوفوه. 아이고. 야, 윤희성, 너 누나 그거 머리 끄댕이 잡고 그러면 안 된다 그랬는데? 어? 저기 가서 손 들고 있어. 저기 가서 손 들고 있어. 희성이 저기 가서 반성하고 와. 희성이 반성해. 손 들고 반성해! 저기 앉아. 손 똑바로 들어. 희성이 잘못했지? 잘못했어? 가서 누나들한테 미안해 그래. 응, 누나한테 가서 미안해 그래. 괜찮아. 아빠 그랬지. 응? 누나들 머리 잡고 떼찌하고 그러지 말라고. 응? 알았지? 희성이 그러면 안 돼요. 응. 그러지 마세요. ده نموذج لأسرة كورية. شفتوا الأب لما قال لابنه أنا مش قلتلك قبل كده ما تعملش كده تاني؟ ده دليل ان الطفل مش أول مرة يعمل كده، أول مرة هو لمحله، وصل عدد المرات طبعا ان هو يعاقبه بدنيا، فقال له اقعد وارفع ايدك. ده العقاب البدني، مش لازم يكسر له دراعه ولا ايده ولا يسيب اثر في وشه ولا يضربه بالقلم على وشه فوشه يحمر او يسبب له اضرار ومشاكل صحية. ده العقاب البدني. وهي دي التربية الإيجابية يا جماعة، هي دي التربية الصحيحة. ودلوقتي والحمد لله نكون عرفنا ازاي نعاقب الطفل لما يعمل حاجة غلط. وبس كده، ده كان الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتم منه جدا، واشوفكم في فيديو جديد قريب.